النهارده بقى عامله لك منظف يستاهل منك التجربه ويستاهل منك التشجيع. عارفه انت بقى اصعب البقع اللي بتقع على السجاد، سواء زيوت سواء تقليه، مهما كنت غسلتيها قبل كده وما طلعتش معاكي، من اول ما تعملي الخلطه دي وتبتدي ترشرشيها عليها كله هيطلع معاكي في لمح البصر. وكمان انت مش محتاجه اي اضافه مع الخلطه، هي بس المنظف اللي هنعمله مع بعض وبس. استخدميها بقى في السجاد مهما كانت البقع اللي فيه. كمان منظف النهارده هتقدري تستخدميه في المطبخ، سواء شفاط سواء بوتاجاز، ارضيات سيراميك، كل حاجه هيزيل اصعب الدهون. وكمان تقدري تستخدميها في الحمامات، هتخلي الحمام زي الفل معاكي من غير ما تعملي اي مجهود، هينضف ويكون زي الفل. وعايزه اقولك هتستخدميها في نقع الملابس البيضة قبل ما تغسليها كده، مهما كانت فيها صفرة معاكي او فيها بقع، حضرتك هتاخديها هتنقعيها كده وتحطي كده مكيال من المعيار الوصفة اللي هنعملها مع بعض وانقعي فيها قبل ما تحطيها في الغسالة كده. بس تحطيها قبل ما تحطيها في الغسالة لازم تعصريها الأول من الخلطة اللي هنعملها دي، أو ممكن تشطفيها شطفة قبل ما تحطيها في الغسالة لو غسلتك أوتوماتيك. انما لو غسلتك الباب بتاعها من فوق او عاديه، مجرد بس هتعصريها وتحطيها جوه الغساله وتحطي المسحوق اللي بتستخدميه. عايزه اقولك ان انت كده الغسيل بعد النقع ده نضف معاكي بنسبه 60-70%، فهيكمل ويطلع معاكي زي القشطه بعد ما تكملي دوره الغسيل بتاعتك. انا واثقه ان انت الوصفه هتعجبك جدا لو جربتيها. تعالوا بقى نشوف مع بعض المكونات بتاعتنا. اول حاجه هنعملها هنحط نص كوبايه من الميه وهننزل عليهم بصاحك الدهون وكل البقع، وهي الصودا الكاويه او البوتاص. اكتر حاجه مذيبه للدهون والبقع وكل ما تتخيليه هي بطل التنظيف، وهي الصودا الكاويه او البوتاص او الديبوشار او الكترونه او حجر تسليك المجاري. اسمائها كتير ومتوفر في كل الدول العربيه، فمجرد بس انت اسمه على حسب الدوله بتاعتك هتقدري تجيبيه بمنتهى السهوله. هنزل بيهم بمعلقتين هرميين، ومش تعملي العكس، انت هتحطي الميه الاول وبعد كده تنزلي عليهم بالصودا الكاويه. دوبتيها كويس جدا. تعالي بقى ده مكون، يعني عارفه انت لما بتسلقي المكرونه دي ميه سلق المكرونه. انا كنت سلقه مكرونه واستخسرت ارمي الميه بتاعتها، لقيتها فيها كميه نشا كتير، حطيتها في طبق زي ما انت شايفه كده وحطيتها على رف التلاجة لغايه ما جيت بالظبط عملت الوصفه دي. يعني ما تركنهاش بره التلاجة. لو انت حبيتي تعملي الوصفه زي بالظبط كده ما تحطهاش بره التلاجة عشان الميه دي بتبوظ مع الوقت. انت لو حابه تستخدميها بنفس الطريقه حطيها على رف التلاجة، ووقت ما تحبي تستخدمي الوصفة استخدميها، مش هيحصل لها اي حاجة. مش عندك مية سلق المكرونة، عادي جدا استخدمي مية عادية بس بتدي لزوجة شوية. مية المكرونة ايه البديل بتاعها؟ مية عادية خالص. ده لتر من المية، ده لتر من ميه سلق المكرونه، فانت هتجيبي لي لتر من الميه وتدوبي فيه معلقتين نشا وتقلبيهم وتنزلي بيهم للخليط ده لو انت عايزه الخليط زي كده بالظبط. انما مش حابه تحطي نشا مش مشكله تماما. انا بس كل ما في الموضوع ان هي الميه استخسرت ارميها، لقيتها لزجه وهتدي لزوجه حلوه جدا. ودي كانت تجربه، الوصفه دي كلها عباره عن تجربه ونفعت معايا وزي الفل، فحبيت اعرضها معاكم. فتعالي بقى المكون اللي بعد كده، وهو الكلور الخام او ماء الجافل في الدول العربيه. هتنزلي لي بمكيال، على فكره انا نزلت بمكيالين بس نزلت بواحد في البدايه، حسيت الخلطه محتاجه فضفت كمان واحد بس في النهايه خالص. بس امشي معايا وانا بكتب المقادير كلها في صندوق الوصف. تعالي بقى سائل الاطباق او الصابون السائل، بس نوع نظيف، يعني دوت انا بجيبه سايب، الكيلو بتاعه ب10 جنيه. كل اللي نزلت بيه هنزل ب2 بردك. انا زي ما بقول لك هي كانت تجربه فبقيت احب، يعني كنت هفكر ان انا احط مسحوق غسالات عاديه فلقيت قلت بدل ما اضيفه ممكن احط كمان مكيال من دوت علشان ما اكترش عليك المكونات. فانا نزلت كده بمكيالين 2 من المكيالات بتاعت المساحيق اللي عندك، موجوده كلنا في كل البيوت. دي جدا ممكن تستخدمي اي كوبايه عندك وتحطي منها كوبايتين. تمام. ده متوقف على كميه السجاد اللي هتغسليه او الخلطه عايزاها تستخدميها في ايه. انا كنت هغسل في البدايه كده هغسل سجادتين بس الكمية فضلت معايا وممكن استخدمها في حاجات تانية كتير. وفي الوقت ده نزلت بكمان مكيال من الكلور. خدي بالك الخلطة لونها مش هيقف على كده، لا لونها هيفتح خالص لدرجة هتبقى لونها ابيض خالص، لان زي ما احنا عارفين الكلور بيمتص كل الالوان، فهتفتحي معاك عشان تبقى عارفة. خدي بالك هي لسه سخنة،
السجاده زي ما انتم شايفين دي اتدلق عليها تسبيكه، يعني كنت عامله تسبيكه والحله اتدلقت عليها كلها فنشفت فيها خالص. فطبعا لو كنا غسلناها من غير ما نحضر الخلطه دي كانت هتبقى مهلكه جدا. عشان تنضف عايزه مساحيق غاليه قوي، او هتاخد مجهود مني. فانا مجرد ما نزلت بيها بالمكيال كده زي ما انتم شايفين، انا نزلت على السجاده كلها يعتبر بمكيال واحد. بصي زي السحر، مجرد ما بتدعكي بالفرشه، والله العظيم هو الفيديو بس عشان بيجري، انما هي بمجهود قليل جدا جدا كانت بتنضف بمنتهى السهوله. السجاده كلها على بعضها ما اتغسلتش في 5 دقايق. الخلطه هتخلي معاكي السجاد زي الفل. ولو انت عندك شك في ان الكلور ممكن يضر من سجادك، ممكن تستبدليه بالكلوركس الالوان، بس عادي جدا. زي ما انتم شايفين السجاده فيها الوان بخلاف اللون الفاتح، فيها لون غامق، فما اثرتش عليه تماما. فلو انت ملقلقه قوي حاسه ان سجادك ممكن يحصل له حاجه، بس هي امنه جدا وما تخافيش منها تماما. فبصي بقى هنا برضك الوصفه فيها بوتاص، تمام. فانت كده وانت بتغسلي السجاده تكوني لابسه شبشب في رجلك كده، عزك الله. والفرشه تستخدمي الفرشه دي اللي هي باليد، وما تميلي يعني ما تخليش الفرشه لفوق. فحاولي تميليها كده عشان تتغسل معاكي بمنتهى السهوله وما تتعبكيش كمان. تعالي بقى بصي سجاده المطبخ دي فيها كميه، على فكره السجادتين بتوع المطبخ ففيهم كميه دهون. بصي لي دي فيها بقع زيت، مهما كنت بغسلها ما كانتش بتنضف تماما. شايفه البقعه دي مش بقعه، دي كانت حرق مره. كنت مستعجله كده وطلعت حاجه من الفرن ووقعت مني فلزقت فيها كده زي ما انتم شايفين، فدي حرق فيها. بصي عايزه اقولك بقع الزيوت وقديمه، مش اللي هي اول مره تتغسل، لا دي البقع دي قديمه فيها واتغسلت كذا مره، ورغم كده بقت زي الفل، مفيش اثر. وهوريك دلوقتي لاي زيوت فيها. الخلطه مش بتقف عند كده بس، لا انت ممكن زي ما قلت لك في بدايه الفيديو تستخدميها في الحمام، هتنضف الحمام معاكي بدون اي مجهود. الحمام هينضف في لمح البصر. وبقيه الخلطه احتفظي بيها ما فيش اي مشكله. عايزه اقول لك المكونات اللي احنا استخدمناها النهارده دي ممكن تغسل معاكي سجاد الشقه كله لو انت عايزه للسجاد بس. بصي الرغوه بتاعته فوق الممتازه، انا مش محتاجه اكتر من كده. بصي كميه التراب والوساخه اللي طالعه من السجاده، محدش يقول السجاده كانت نظيفه، السجاده كانت مقززه فيها كميه وساخه ودهون صعبه جدا. بصي انا هقرب لك الكاميرا عشان تشوفي قد ايه هي ما فيهاش ولا بقعه، نطفت تماما. استخدميها كمان، ممكن تخفيها بشويه ميه لو انت لسه موجوده معايا لغايه دلوقتي، انت مستفيده من الفيديو. انت ممكن تخفيها بشويه ميه وتحطيها في بخاخه وتبخيها على الشفاط على البوتاجاز، هتخليه زي الفل، مش محتاج منك اي حاجه، قطعه قماشه تنضفيه بيها ويكون زي الفل. خلص الفيديو واتمنى يكون عجبكم، وما تنسونيش باللايك.